هيقتلوني حتى حسب النظام. لو هيقتلوني لا سبحان الله، لما يكون حط امامك واحد ولا يتعامل يعني لو النظام قال لك انا ببيع خمور، انا بفتح ملاهي ليليه، تقول له حسب النظام انت جائز؟ طبعا النظام المتبع للمجتمع. يعني انت تقول لو النظام بيبيح الملاهي الليليه وبيبيح الخمور، انت تقول تبع النظام انا موافق؟ سبحان الله، ايه دخل اديني اذا كان اللي بعدها النظام فات. البيره وغيرها كل ذلك خرج عن كونه خمرا من العنب، دخل خمر من غير العنب. ابو حنيفه رضي الله عنه بيقول ان الحرام فيه القدر المسكر، اما القدر غير المسكر لا 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 ده راي حنيفه. والنبي يا دكتور، لا عفوا، يعني ده علم يعني بغض النظر عن كون الناس تقبل او لا تقبل. يعني لا فهمني، انا اول مره اسمع كده دي. انت عايز تقول لي مثلا ان البيره مش حرام؟ احنا قلنا المسائل خلافيه، البيره ديت ليست متخذه من العنب وانما متخذه من الشعير. هذا الشراب اذا اسكر كثيره فاذا قليله حرام عند جمهور الفقهاء. ابو حنيفه قال لا، انا مش مع الجمهور، انا رايي ابو حنيفه شايف ان البيره حلال. البيره القدر غير المسكر. ايوه يعني ياخد كوبايه يعني ويمكن الكوبايه ممكن تسكره، افترض لا حسب قدر الانسان، حسب بنيه الانسان. ممكن بنيه الانسان مع كوب ممكن مفهوم، هيجرب مره يعرف ان هو التوت بتاعه القدر غير المسكر كوبايه. نعم، ده وجهه نظر يا ابو حنيفه. ابو حنيفه شايف كده؟ نعم، وده مسألة ماهيش خفية، دي مسألة من المسائل الأمهات المعروفة. أنا ما أعرفش، أنا لسه أول مرة أعرف حضرتك أهو. يعني هي الخمرة اللي فيها مشكلة اللي هي النبيت. لك هو مش شرط من ضمن الشروط. لا أنه ليس على الحق. على الحق. أيوه. يعني إذا واحد خارج للكورة حق ولا باطل؟ مباح. إذا في حق. طيب. واحد خارج سياحة مباح. واحد خارج طلب الرزق مباح. واحدة خارجة ترقص في لحظة رقصها ولا في لحظة خروجها؟ استنى يا مولانا، طب بس استنى بس، هي 24 ساعة ترقص ولا هي في دي 24 ساعة؟ ده احنا لا ده احنا نولد الطاقة بيها، ده احنا في لحظة يا أستاذنا الفاضل في لحظة خروجها، ما يمكن لحظة خروجها كانت ذاهبة إلى من أجل تجيب لقمة عيش تاكلها. واضح. وهي نازلة تجيب لقمة عيش ماتت، بقت رقاصة. هي ماتت في حال الرقص. لو كل واحدة درى على شغلها نقول عليها رقاصة، دي تبقى البلد. إذا يجب ان احنا نكون حكماء في الحكم على الناس. صحيح. عايز اقول للذين ينادون بالدولة الإسلامية ان هم بيعلموا ربنا الدين. استغفر الله، قل أتعلمون الله بدينكم؟ مين يعلم مين الدين؟ هو في الكتاب او السنة امر بإنشاء دولة بهيئة معينة برئيس اسمه خليفة ولا اسمه أمير مؤمنين ولا اسمه رئيس أو إمبراطور ولا اسمه ملك، ونظام التعامل إيه؟ أنتوا بتفتأتوا على الله ليه؟ أنتوا بتحملوا البشرية أكتر من طاقتها ليه؟ ده اللي خلق الكون رحم البشرية واداهم الحرية في تطوير أمورهم بحسب ما يرونه مناسبا. تقوم أنتوا تقيدوا ما وسعه الله؟ بقى ربنا وسع وانتوا تضيقوا. على الزميل في الشغل في الحجاب اثبت لي هات لي دليل من الكتاب والسنه يثبت لي ده. اذا كان في الصلاه مالكش ولايه ان انت تؤمر زوجتك بالحجاب. اسمع يا شيخ محمود. لما واحد يقول لك ايه، انا عايز اطبق الشريعه، ده يعني ايه؟ نقول له الشريعه نص. سيادتك ما انتش متخصص فلازم تكون متخصص، اسال المتخصصين. وده اللي بننادي بيه في هذه الايام اللي بعتبرها ايام نقد لوجود غير المتخصصين في الحديث عن الشريعة. انا بنادي الا يتحدث عن الشريعة الا الفقهاء. الشيخان من الشافعية ويأتي القاضي عياض من المالكية ويأتي بعض الحنابلة في رواية قالوا لا، هذا الامر ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب، على سبيل مجاراة عادات الناس واعراف الناس، وليس على سبيل الوجوب الشرعي. إذ لا مقصد شرعي من اللحية. يعني أنت تتعبد ربنا بصدقة تعطيها لفقير، أنت تتعبد ربنا بركعتين تصليهم، فهل تتعبد ربنا بوجود لحية؟ وما مقدارها وما حدها؟ لما لم يوجد الحد بمقدارها طولا وعرضا وشكلا وتحديدا، إذا ليست مقصودة لذاتها، يعني ليست عبادة في كله إلا الوجه والكفين قياسا على المرأة. زوج المرأة يعني؟ أيوة، ده بيوجب على الرجل أنه يخرج محجب زي المرأة ما تخرج محجب. كم حد قال كده؟ وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. المعتبرين برضه ولهم دليل قد كده.